السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا رب تكونوا بخير. طبعا لسه مباراة الأهلي وريال مدريد لسه خلصانة حالا، فقلنا نطلع معاكم نتكلم كلمتين على السريع كده. طبعا كله طبعا دلوقتي الأهلاوية كلهم متضايقين أكيد، وأنا واحد من الناس ديت طبعا. بس كان حلم كويس جدا، بس للأسف يعني الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وكل اللي أنا أقدر أقوله إن النهاردة بس هي كان يعتبر غلطة المباراة من النهاردة أساسا من البداية كانت قفشه بالنسبه لي كان قفشه، لان كان بطيء جدا. التمريرات بتاعته يعني غير متقنه بالمره، متسرع في التمريرات اللي المفروض اساسا يكون يتأنى فيها شويه ويحاول يلعب كوره كويس شويه ويبقى فيها اتقان حتى في التمرير بتاعه. لكن للاسف كان نفسي في الاول كان يبقى حمدي فتحي كان افضل بنفس التشكيل اللي لعبنا بيه اوكلاند سيتي. يعتبر النهارده هو اللي كان ناقص حمدي فتحي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وطبعا يعني بالنسبه لي كان يعتبر محور المباراة النهاردة واللي قلب الموازين كلها الهدف الأولاني والهدف التاني. الهدف الأولاني اللي جه في الدقيقة طبعا في آخر الشوط الأولاني، والهدف التاني اللي جه في الدقيقة 46 أو 47 من الشوط التاني. يعني يعتبر لسه كان بداية الشوط التاني على طول. أنت بتحاول ترجع أو بتحاول تعمل أي حاجة، بس للأسف الريال خطف جون هد حيل اللعيبة بأمانة يعني. وفي نفس الوقت احنا كنا مش وحشين، بس للأسف كان في برضو توتر، في تحس ان في مضغوطين جامد، وخاصة محمد عبد المنعم ورا تحس انه مضغوط قوي. آه، مش عارف اقول لكم ايه بصراحة، بس هو الواحد زعلان جدا. بس الحمد لله على كل شيء، وحلم زي ما بيقولوا خلص يعني انتهى الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والحمد لله انها خلصت على كده. انا كان نفسي كانت تخلص 2-1 حتى على الاقل، بس للاسف برضو 8 دقايق الاخر احنا برضو بحكم ان احنا مفيش اللياقة، مش قادرين نكمل طبعا مش زيهم طبعا. السولية دي اول مرة اشوف السولية يمسك السمانة، وده كانت صعبة شوية بسبب الضغط اللي على اللعيبه، ان اللعيبه نفسها هي اللي ضاغطه نفسها في الملعب. وانا مش عارف يعني، احنا قلنا اساسا من فتره، قلنا يا جماعه العبوا كوره للكوره. احنا لو كنا بنلعب كوره للكوره يعني كان اعتقد ان كان هيبقى شكلنا احسن من كده كمان، لان احنا كان عندنا اكتر من كده. واحنا فعلا ادينا، ما انكرش ان النهارده اللعيبه ادت مباراه عاليه جدا وكويسه جدا، طبعا مع الامكانيات المختلفه التانيه طبعا من ريال مدريد. لكن الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله انها جت على قد كده بصراحه. يعني الحمد لله انها جت على قد كده. يعني انا كنت متوقع يعني كانت هتبقى 2-0، 3-1، 2-1، كانت هتبقى شويه يعني نسبيا مبلوعه. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وهارد لك طبعا النهارده النادي الاهلي والمجلس ادارته، يعني عملوا كل ما في وسعهم عشان يوصلوا النهارده بنتيجه كويسه. لكن للاسف هو ده النصيب وهي دي الكوره وطبعا في غالب ومغلوب، وزي ما احنا عارفين كلنا. وما فيش حد النهارده كان هيطلع، الاتنين ما كانوش هيطلعوا فايزين ولا الاتنين كانوا هيطلعوا خسرانين. لازم النهارده كان في فريق يفوز. بس الحمد لله انها جت على قد كده برضه تاني. واحنا بامانه يعني مع كل الضغط اللي كان على اللعيبه ادت المباراه. تخيل لو ما فيش ضغط فعلا على اللعيبه جامد، اعتقد ان كانوا هيأدوا احسن من كده بامانه، كانوا هيأدوا احسن من كده جدا. وبرضو انا يعني مش عارف لحد النهارده ليه البطء بتاع قفشه اللي في الملعب، انا مش قادر استوعب. يعني انت بتستلم الكوره انت لوحدك اساسا، يعني انت المفروض تبص بعينيك وتبقى الكوره بتاعتك حتى الباص بتاعك يبقى متقن، يعني يبقى فيه اتقان شويه، وفي نفس الوقت يبقى فيه قوه. بحس ان في هرجله من محمد مجدي قفشه، بس اهو الحمد لله. الحمد لله وهارد لك للنادي الاهلي، ومبروك طبعا لريال مدريد. وهتبقى طبعا المباراه اللي جايه هتلعب مع فلامينجو البرازيلي، وريال مدريد هيلعب مع الهلال السعودي في النهائي. وبالتوفيق لكل الفرق، وان شاء الله بالتوفيق لنا حتى ان احنا نحصل على مركز ثالث باذن الله. وعزيمه الاهلي ما تنزلش ولاعيبته ما تنزلش ان هم يقولوا خلاص احنا اتغلبنا من الريال خلاص. لا ان شاء الله باذن الله باذن الله هنحاول نعمل اكتر ما في وسعنا ونفوز بالمركز الثالث ان شاء الله باذن الله. وهارد لك النهارده النادي الاهلي، وبشكركم وتصبحوا على الف خير.